بعتني بكام يا صاحبي؟ سمعت اصحاب بتتكلم عن الاخلاص وطلعوا رخاص، كلامه خلاص لا ليهم في الكلام ده اساس، بياكلوا حقوق في وسط السوق وعينهم عايزه طلق رصاص. تشوف الطيبه في كلامهم تقول معقوله دول وحشين، تسلم حبه تامنهم يلفوا عليك كما التعابين. غلطت يا ذوق وعيش مخنوق، وقعت في شبكه الملاعين. هتفرح حبه وياهم وتاكل عيش ويمكن ملح، وتلقى الصحبة جمعاهم وتضحك ضحكة كلها فرح. تعدي سنين على ده الحال راضي ومبسوط وعالي العال، ووقت الدقيقة كله يبيع وقابل يلا حزن وجرح. دي صحبة كلها مصالح مفيش حاجة لوجه الله، نفوس واطية بتتصالح ويتلموا على اللي معاه، يفضوا جيوبه بشطارة مفيش حاجة فيها خسارة. وبعد سنين باشا ومرتاح لوحدك يلا قول الآه. ومن الآخر ما تستعجلش ونقي الصاحب السداد، يسد معاك في أي مكان ويمشي معاك في وسط بلاد. أصيل وتلاقي غيره مفيش، وده بطبعه يصون العيش، في عز الدقيقة ما يقصرش، في حزنك تلقى عنده حداد. سمعت أصحاب بتتكلم عن الإخلاص وطلعوا رخاص.